انت جننت؟ في حد يعمل كده؟ يا ماما ما بتسمعش الكلام، كنت عايزين اعمل ايه يعني؟ تعمل اي حاجه اي حاجه الا انك انت تمد ايدك عليها. ما اعرفش بقى، هو ده اللي حصل. هو ايه اللي بتقوله ده؟ هو انت متجوز واحده من الشارع؟ دي بنت ناس واهلها تعبوا في تربيتها لغايه لما كبروها وسلموها لواحد خايب مش فاهم يعني ايه راجل مسؤول وبيت، ولا عشان يعني اهلها ناس طيبين هتسوق فيها؟ يا ماما بقول لك ما بتسمعش الكلام. مامة ايه وبتاع ايه؟ انت عارف انت بتعمل ايه؟ انت هتخلي البنت تكرهها. تكرهني؟ ايوه تكرهها. مفيش واحده ست بتحب راجل ايده طويله. ما هو انا بصراحه ما عملتش كده من فراغ. انت عملت كده من ضعفك، اصل قليل الحيله هو اللي ايده بتسبق عقله وبيطلع عقده نفسيه على واحده لا حول لها ولا قوه. انا مش ضعيف يا ماما. لا ضعيف. لو انت كنت تعرف تحتوي البنت دي من البدايه ما كانش حصل كده. يا ماما اسمعيني. لا مش هسمع، اسمع انت. بنت الناس دي ما تنامش زعلانه، تقفل معايا وتروح تراضيها، ولو مديت ايدك عليها تاني والله ما برجع عنك. مش دي اللي كنت هتموت تتجوزها؟ تبقى تحافظ عليها. مش كفايه لسانك اللي زي المبرد وكمان تمد ايدك؟ اخس عليك لا انتمني ولا اعرفك. اهدي بس يا ماما، انا لو عملت كده هركبها عليا. مين اللي قالك الكلام السم ده؟ مين اللي قالك ان لما تراضي مراتك هتعمل كده؟ الست مش عايزه منك غير كلمه كويسه وكلمه حنينه وكلمه طيبه، وساعتها تكون خاتم في صباعك بمزاجها مش غصب عنها. طب اعمل ايه يا ماما يعني؟ خليها تحبك، خليك حنين، طبطب عليها، خدها في حضنك وبوس راسها وايديها عشان تسامحك وما تبقاش ولد خايب وضعيف. زعلت منها؟ انزل وسيب البيت واحمد ربنا انها عديتها، واعمل حسابك لو الموضوع ده اتكرر انا اللي هقف لك. انت سامعني ولا لا؟ حاضر يا ماما.